قال لك فاش والديه في اخبارهم ان المنتخب الوطني عيط عليه باش يلعب معاه، فرحوا يعني بسبب الفرحه كانوا كيبكيو. ولكن وليدي غادي نعطيك واحد الميساج بلا نديريك، هما راه بكاو حيت المستقبل ديالك مشى. حنا عارفين النتيجه اللي وصل لها ابراهيم دياز مع ريال مدريد راه بسبب انه اختار المغرب. وشمس الدين الطالبي حتى هو غادي في الطريق، ولامين يامال لو كان ما كانش ذكي كان حتى هو غادي يمشي للحضيض. انت مثلا دابا كتلقى واحد الدوله تولتي فيها وكبرتي فيها وكونات ودواتك فابور وخراتك فابور ما فيها باس الا مثلتيها. المغرب عنده واحد بطوله في المغرب قادر يكون منها اللاعبين اللي يمثلوا المنتخب الوطني، وكاع جميع البلدان الافريقيه اللي دات بزاف ديال الالقاب في كاس افريقيا راه لعبات باللعابه المحليين، ما لعباتش باللعابه اللي كيلعبوا في اوروبا. الناس اللي تولدوا في اوروبا يعني وكونوا المستقبل ديالهم في اوروبا اللهم اختاروا دوك الدول اللي تولدوا فيها وكبروا فيها اعترافا بالجميل. حنا المغرب ما محتاجهمش، محتاج اللعابه ديال البطوله تكون واحد المنافسه باش كاع الهدافين ديال الفروق انهم يشاركوا مع المنتخب. كاملين غادي يتحفزوا وكاملين غادي يلعبوا مزيان وغادي يديروا كل هداف ديال الفريق غادي يشارك المنتخب الوطني. ولكن حنا دابا خلينا هاد البطوله همشناها ومشينا كنختاروا واحد اللعابه اللي كونوهم واحد الدول عطاو عليهم يعني ملايير وتجيبهم من تضيع لهم المستقبل ديالهم. وليتوا حاطين العائلات المغربيه في المهجر في بلاد الغربه انهم الا ما اختاروش المنتخب الوطني ماشي مغاربه. هاد الشيء اللي وصلت له العائله ديال لامين يامال، نكرتوه كاع باللي بحال ماشي مغربي. هو راه مغربي والدم ديالو مغربي، بغيتو ولا كرهتو هو اختار المستقبل ديالو وديال والديه، من حقه. السلام عليكم.